عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم ان انت شركة صغيرة، انت شركة لسه ناشئة. فانت اهم مهارة محتاج ان انت تكتسبها كبزنس اونر انك تكون بتعرف تبيع. فده مش معناه ان اعتماد البيع عليك، لكن ده معناه انك اصلا بتعرف تبيع، وبعدها هيجي ناس تعرف تبيع زي اللي انت بتعرف تبيعه، بتعرف تعمل زي اللي انت بتعمله. لكن لو انت اصلا ما عندكش مهارة البيع وواقف عند الحتة التكنيكال، انا عملت المنتج، انا عملت الخدمة، فخلاص انا خلصت وكده، ده مش بزنس، دي مهنية. انت محتاج تنتقل من المهنية للتجارة والبزنس. انت محتاج تشوف البزنس بشكل مختلف، ما تشوفوش بشكل مهني فقط. انا واقف ان انا عملت المنتج والخدمة لكن ما بعرفش ابيع، فالبيع ده بتاع الناس التانية. لا، البيع مش بتاع الناس التانية، والتسويق مش بتاع الناس التانية، كل ده بتاع البزنس بتاعك انت. فانت وانت سمول بزنس ما تقولش انا مش بتاع بيع، انت اصلا لازم تكون بتاع بيع. لان لو البياع بيعرف يبيع لك لبي تو سي، انت محتاج تعرف تبيع بي تو بي، محتاج تعرف تبيع لبي تو جي، محتاج في كل ميتنج وكل مكان انت بتقابل فيه ناس تكون بتعرف بتتكلم عن البيزنس بتاعك والمنتج بتاعك والخدمة بتاعتك، وتقول انا طلعت الشهر ده كذا وانا عملت كذا، وتبقى عارف ان انت تتكلم عن البيزنس. لكن انت واقف في حتة التكنيكال، فاوعى تفتكر ان انت كده صاحب شركة، او اوعى تفتكر ان انت كده صاحب بيزنس. انت هنا بس بقيت تكنيكال ومستني حد يبيع لك، فبقيت عامل زي النجار اللي في الاخر مش قادر ان هو يبيع، قاعد مستني ان العملاء هي اللي تجيله، لكن هو ولا بيعمل ماركتينج ولا بيعمل سيلز ولا بيتابع. فبالتالي معتمد على حالة السوق، معتمد على ان السوق بيزيد وبيقل، وان ظروف البلد، وان دي دخلت رمضان ودي دخلت مدارس ودي دخلت عيد فالمبررات بتبقى كتير. لكن لما انت بتبقى صاحب بزنس وصاحب شركة وبتسيب المهنية، هنا بس بتعرف تشوف الرزق بشكل مختلف، وهنا بس بتقدر توصل لتسعة اعشار الرزق اللي بتشوفها في التجارة. لكن اوعى تفتكر لو انت واقف ولابس طاقية المهنية فقط انك هتوصل للنتيجة بتاعة صاحب البزنس. اختلاف مفهومك عن البزنس هو ده اللي بيؤدي ان البزنس يبقى ناجح. انت اول صوت للبزنس ده، انت اول صوت للبراند ده، انت اللي بتمثله. فانت محتاج تكون بتعرف تبيعه كويس قوي، وتبيع الفكرة وتبيع البراند ستوري، وبتعرف تتكلم عليه، وبتعرف تتكلم عن المنتج كويس قوي، وبتعرف تتكلم عن قد ايه هيأثر على العملاء، وقد ايه هيفرق مع العملاء، وقد ايه الاستثمار فيه مهم، وقد ايه الوقت اللي انت بتبذله كنتيجة لان البراند ده بيكبر ده هيفرق جدا في الدنيا. فببساطة جدا محتاج تكون اول رجل مبيعات في شركة.